اسطوره نادي الزمالك الكابتن حازم امام اللي طالع بيهاجم زيزو. طب ما تيجي نشوفه قال ايه الاول وبعدين نرد عليه. اتغدر بيا نسمع كان ماشي واحد ضربني في ظهري وجري. مش قادر بصراحه اتفرج، مش قادر اخش معاهم في التمرين دلوقتي. تستشير مين يا حازم؟ لا في دي ما استشيرش حد. كابتن حماده فين؟ في دي ابويا قال لي يعني قال لي بص كان بيقعد يقول لي معلش وتعالى على نفسك مش عارف ايه، فقال لي حازم انت عايزه بيعملوا معاك. والدتي حتى يعني مامتي زملكاويه جدا قالت لي بص يا حازم امشي ما تقعدش. ولا قلت ههدد وامشي، ما بحب انا فعلا انا دلوقتي لو جيت لي اي حاجه انا عايز امشي. مش تهديد ولا حاجه، بس اي حاجه اي حاجه. قال لك انا ممكن انا عايز العب كوره. يعني لو نادي الاهلي ليه كلمك يسوق معامله اداره نادي الزمالك معاه، وقال لك برضه انا صورت والدتي وابويا جت عند زيزو وقفت ليه؟ عشان زيزو زي ما قلنا في البدايه ان زيزو بيحرق وبيوجع. اسطوره من اساطير نادي الزمالك كان ممكن يروح نادي الاهلي ويبني برضه تاريخ في النادي الاهلي، ونفس اللي حصل معاه حصل مع زيزو، بس زيزو خد الخطوه الصح وراح النادي الاهلي. كابتن حازم امام طلع مع احمد شوبير زي ما سمعتوا وقال كده انا ممكن العب للنادي الاهلي. سمعتها ولا اقولها تاني؟